مليونيرة إيطالية في الثمانين تحمل لأول مرة في حدث غير مسبوق. فاجأت المليونيرة الإيطالية مارية الجميع عندما أعلنت عن حملها الأول في سن الثمانين. الخبر انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار دهشة وتساؤلات حول إمكانية حدوث ذلك في هذا العمر المتقدم. لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما كشفت ماريا أنها خضعت لتجميد بويضاتها منذ سنوات، وهو ما جعل هذا الحمل غير التقليدي ممكناً بفضل التقدم الطبي المذهل. يوسف الجزائري الزوج السعيد عبر عن فرحته الغامرة وترقب مولوده الأول بفارغ الصبر، وقد أعلن أنهما اختارا اسم أحمد للمولود، وهو إشارة لبداية فصل جديد في حياتهما المشتركة. يوسف وصف هذه اللحظة بأنها معجزة، وأكد أن الحب والإصرار كانا السبيل لتحقيق هذا الإنجاز الطبي الذي يعتبره بداية جديدة في حياتهم. الخبر أثار موجة من الجدل والتس